السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي في كل مكان، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنحل على الجزء الخاص بالحديث. زي ما اتفقنا احنا كده خلصنا كل الكهربائيه الحمد لله رب العالمين، وحلنا عليها من كذا مصدر والحمد لله ربنا ييسر الحال كده والايه وتكون الامور طيبه ان شاء الله يا جماعه في الامتحان. النهارده ان شاء الله بنختم اخر حاجه خالص ان احنا بنحل على الحديثه، وده برضو الاسئله المتدرجه اللي موجوده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الاولاني بيقول ايه؟ اذا علمت ان كتله الالكترون بتساوي 9.1 في 10 اس سالب 31 وشحنه الالكترون بتساوي كذا وثابت بلانك بيساوي كذا، مستعينا بالبيانات على الرسم تكون اقصى سرعه الكترون المنبعث نتيجه سقوط فوتون يو في. طيب احنا لما يكون عندنا سطح وبيسقط عليه اي ضوء، فاحنا عندنا قانون بيقول ان طاقه الحركه بتاعه اللي طالع الالكترون اللي طالع بتساوي اي ناقص اي دبليو. هو عايز هنا مني مين؟ السرعه بتاعه الالكترون، يبقى هنفكها له نص الكتله في مربع السرعه بتساوي اتش في سي على لامدا بتاعه الضوء الساقط ناقص المعدن بتاع الشغل بتاعنا الاي دبليو بتاعتنا. حلو كده. نخلي بالنا بس من الحاجات بتاعه التعويض في الحديثه بالذات، انا برضه هطلع لك الاجابه على طول، بس اهم حاجه اعرفك التحويلات. يبقى نص كتله الالكترون بتاعتي ب 9.1 في 10 اس سالب 31. السرعه بتاعتنا اللي احنا عايزينها اللي هي في تربيع بتساوي اتش ب 6.625 في 10 اس سالب 34 السي 3 في 10 اس 8 على اللامدا بتاعتنا اللي هي بكام؟ الطول الموجي بتاعنا كان ب 250 على الرسم في 10 اس سالب 9 ناقص الاي دبليو اللي هي هتبقى زائد، عشان لو كاتبها لي دي ناقص طبعا عفوا ناقص 3.4 في 1.6 في 10 اس سالب 19. ليه بقى ضربنا كده؟ عشان لو انا عايز احول من نيوتن فولت للجول لازم اضرب في كام؟ في الرقم اللي قدامي ده. الاجابه هنا هتطلع رقم الف اللي هي 7.43 في 10 اس 4. السؤال اللي بعده بيقول لي فوتون ضوئي تردده كذا فإن الكتلة المكافئة له عند حركته. بص يا سيدي، المفروض إن الكتلة بتساوي اتش في نيو على السي تربيع. دي قوانين تعويض مباشر موجودة معاك في كتاب المفاهيم، فاحنا مش هنبقى شايلين همها واحنا بنحل. طيب المفروض دلوقتي إن أنا هقول له الكتلة بتساوي الاتش ب 6.625 في 10 أس سالب 34. التردد بتاعي اداهوني 7.9 في 10 أس 11 ومدهوني كيلو، يبقى في 10 أس 3 كمان عشان كلمة كيلو دي، على السي تربيع اللي هي 3 في 10 أس 8 الكل تربيع. تطلع الإجابة هنا رقم ج اللي هي 5.82 في 10 أس سالب 36. يتحرك بروتون افتراضي بسرعة مقدارها كذا، يبقى ده السرعة v، فتصاحبه حركة موجية بطول موجي مقداره كام؟ اللمدة بتساوي اتش على بي ال اللي هي اتش على ام في، دي احنا كنا بنسميها علاقه دي براولي. يبقى اللامدا بتساوي 6.625 في 10 اس سالب 34 على الكتله بتاعتك اللي هو مديهانك 1.67 في 10 اس سالب 27 في السرعه بتاعتنا اللي هي بكام؟ ب 3 في 10 اس 6. غالبا الاجابه دي هتطلع معانا رقم الف. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان فرق الطور بين شعاعي الليزر. بص يا سيدي، احنا عندنا قانون بيقول ان فرق الطور بيساوي فرق المسار في 2 باي على لامدا. تمام كده؟ طيب تعال نعوض. الراجل قال لك فرق الطور بيساوي 2 باي، يبقى نحط هنا كام؟ 2 باي، فهو عايز يجيب فرق المسار. ال 2 باي راحت مع ال 2 باي، اذا فرق المسار بيساوي كام؟ لامدا، فالاجابه تبقى رقم باء. السؤال اللي بعده، بلور السيليكون مطعمه بذرات الومنيوم. الومنيوم ده عنصر ثلاثي بقى اللي يتكتب بعده على طول فجوات، اللي احنا عارفين ان العناصر خماسيه يا ثلاثيه، الخماسيه بتطلع الكترونات والثلاثيه بتطلع فجوات. اذا علمت ان تركيز الالكترونات الحره في بلوره المطعمه بتساوي كذا، في البلوره المطعمه يعني دي الان، فهو عايزك تجيب له قبل التطعيم اللي هي النقيه ان في البي بتساوي ان اي تربيع. فلو انا حبيت اجيب ان اي هتساوي الجذر التربيع الان في بي، يبقى هنضرب له 10 اس 13 في 10 اس 11، دول 10 اس 24 تحت الجذر يطلعوا كام؟ 10 اس 12، فالاجابه تبقى رقم باء. اذا كان تيار القاعده اللي هو اسمه اي بي وكانت الالفا اي بتساوي كذا، فان تيار كل من الباعث. مبدئيا الالفا اي بتساوي اي سي على اي اي، والبيتا اي بتساوي اي بي على اي سي.
والبيتا اي بتساوي الفا اي على 1 ناقص الفا اي، والبيتا اي عفوا احنا عايزين بقى نكتب كمان القانون الالفا، والالفا اي بتساوي بيتا اي على 1 زائد بيتا اي. كل اللي نفسك فيه انا كاتب لك قوانينه. طيب انا معايا الالفا وممكن اجيب منها، انا عايز اجيب مين؟ تيار الباعث، يبقى انا لازم اجيب البيتا. تعالى بقى نجيب البيتا. نجيبها ازاي؟ هنقول ان البيتا بتاعتنا بتساوي 95% على 1 ناقص 95%. يبقى هنقول له 95% على 1 ناقص 95% يطلع كام؟ يطلع 19. يبقى انا كده معايا البيتا بكام؟ ب 19. ما هي البيتا دي يا جماعه بتساوي مين؟ بتساوي اي سي على اي بي. اذا الاي سي بتاعتنا بتساوي كام؟ 19 في 6. يبقى 19 في 6 يساوي 114 مايكرو امبير. يبقى انا كده طلعت الاي سي ب 114. اي سي ب 114 مفيش غيرها. فغالبا الاجابه هنا هتبقى رقم كام؟ الف. بنقعد من غير ما نقعد نجرب يعني. بس لو انت حبيت تجيب الاي اي، احنا عندنا الاي اي بتساوي الاي بي زائد الاي سي. انا معايا دلوقتي الاي بي ولسه مطلع الاي سي، ممكن اجمعهم واطلع الاجابه. يعبر عن القيمه العشريه 11 عن النظام الثنائي بالرقم كام؟ تعالى نشتغلها بالجدول وما نشتغلش بآلة الحاسبه. الآلة الحاسبه اقولها لك في الحصه. بناخد الرقم الصحيح بتاعنا اللي هو في العادي كام؟ 11 ونقسمه على 2. فالخمسه ما تبقاش حاجه، او تبقى لو اتبقى حاجه نحط واحد، ما تبقاش حاجه نحط صفر. هي 5 ونص. ناخد الخمسه على الاثنين فالاثنين وتبقى واحد. ناخد 2 على الاثنين اتبقى واحد فتحط صفر. واحد على الاثنين فتبقى صفر وتبقى كام؟ واحد. يبقى الاجابه عندنا 1 1 0 1. 1 1 0 1 فالاجابه رقم كام؟ الف. السؤال اللي بعده. يبقى هنا كان ده باء الف الف، فالاجابه عندنا هنا كانت الف، عشان بس ايه نبقى متابعين مع بعضنا اول باول كده. السؤال اللي بعده بيقول في دائرة البوابات المنطقية الموضحة بالشكل أي من الاختيارات التالية يحقق الخارج إن يساوي صفر. يعني أنت عايز تخلي هنا صفر. عشان تخلي هنا صفر تعالى نجرب الاختيارات. هو قال لك هنا إن الإكس بصفر والواي بواحد وده بصفر. لو أنا دخلت صفر وواحد على أندي يطلعوا لي صفر. لو دخلت واحد وصفر على أولي يطلعوا لي واحد. واحد يطلع صفر، صفر وصفر يطلع صفر، فدي إجابة صحيحة على طول من غير ما نقعد نجرب كتير. اللي بعده. سقط فوتون على الكترون في المستوى الارضي لذره الهيدروجين، فانتقل الالكترون من مستوى الاثاره ان، فان الطول الموجي للفوتون الساقط. هو كان في المستوى الارضي يعني كان مستوى واحد. ك ال ام ان يعني مستوى الكام؟ الرابع. هو عايز يجيب الطول الموجي للفوتون الساقط. هقول له دلتا اي بتساوي ايه اللي انت نازل منه ناقص الايه اللي انت نازل عليه. يبقى الدلتا اي بتاعتي بتساوي، اللي هي بالمناسبه هتساوي اتش في سي على لامدا، بتساوي الاي هي عباره عن سالب 13 و6 من 10 على رقم المستوى تربيع اللي هو 4 تربيع ناقص، طبعا هناخد كوستا هقول لك ليه دلوقتي، ناقص سالب 13 و6 من 10 على 1 تربيع. هي سالب 13 و6 من 10 على ان تربيع، عفوا على ان تربيع، مفيش تربيع فوق هنا كده. ونضرب الكلام ده كله في 1 و6 من 10 في 10 والسالب 19، عشان دول يا جماعه في القانون اصلا بالالكترون فولت، وعشان هم بالالكترون فولت فانا لازم اضرب في كام؟ في شحنه الالكترون عشان احول الاجابه من الالكترون فولت لمين؟ لجول. طبعا الاتش ثابت والسي ثابت، انا عايز مين؟ الطول الموجي. الطول الموجي بتاعي هنا يطلع الاجابه رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي وضح الشكل اصطدام فوتون اشعه اكس بالكترون وبيانات الفوتون الساقط المشتت كما هو موضح بالشكل. لذا فان الفوتون الساقط فقد كام من طاقته الاصليه؟ مبدئيا الطول الموجي الاولاني كان قبل التصادم بكام؟ بلمدا، فتعالى نفترض ان الطاقه بتاعته كانت بطاقه بايه؟ بعد التصادم اصبح 5 على 4 يعني زاد ربع، يعني الطاقه قلت ربع، يعني المفروض ان الطاقه بتاعتي بقت بكام؟ الطاقه بتاعتي بقت 3/4 او 4 على 5. ما المفروض ان احنا ممكن ناخد الرقم عكسه على طول. الاي بتساوي اتش في سي على مين؟ على لامدا. حلو كده. فالمفروض ان الاي عكسي مع اللامدا،
اللمضه اصبحت 5/4، يبقى الطاقه بتساوي 4/5. يبقى هذا الالكترون او هذا الفوتون فقد خمس طاقته. فالاجابه هنا تبقى رقم ج هي الاجابه الصحيحه. فوتون من اشعه جاما طاقته كذا، يبقى دي الطاقه بتاعت الفوتون قبل التصادم. حدث له تشتت متعدد بواسطه الكترونين داخل الماده كما بالشكل، فان قيمه اتش في نيو داش. عايز يجيب الطاقه هنا، اكيد الطاقه هنا اقل من الطاقه هنا، بس هنجيبها ازاي؟ هنا 100 وهنا 500 وهنا 400، هنا كام؟ 500. هنا كان 626 ناقص 500 يطلع 162، يبقى اتش في نيو داش تطلع 500، وكا اي الاولانيه تطلع كام؟ 162. يعني الاجابه رقم الف. ده كانه يا جماعه مجموع الطاقات اللي داخله بيساوي مجموع الطاقات اللي خارجه. ده نفس فكره قانون كيرشوف الاولاني، لان يا جماعه لازم طاقه حركه الالكترون زائد طاقه الفوتون قبل التصادم تساوي طاقه الحركه زائد الطاقه بعد التصادم. حلو كده؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ميكروسكوب الكتروني استخدم فيه فرق جهد ليكسب الالكترون سرعه قدرها كذا، وذلك ليورد فيروس طوله كذا. بص، اي ميكروسكوب هي علاقه دي براولي على طول، هي علاقه ايه؟ دي براولي. بص يا سيدي، فتعالى مثلا ايه نشوف بقى دلوقتي. احنا معانا دلوقتي ميكروسكوب، الراجل اداني ليكسب الكترون سرعه مقدارها كذا ليورد كذا، فاذا علمت ان، فهو عايز يشوف هو هيقراه ولا مش هيقراه. ده طبعا الانجستروم. يبقى الاول نجيب له الطول الموجي، هيساوي اتش في سي او اتش على ام في في، مفيش سي ولا حاجه. يبقى اللامدا بتاعتنا بتساوي الاتش ب 6.625 في 10 والسالب 34. كتله هذا الالكترون 9.1 في 10 والسالب 31. السرعه اللي اداني بكام؟ 18 في 10 اس 6. المفروض يا جماعه دلوقتي ان انا لما اجي اطلع طول موجي عشان هذا الفيروس يتشاف، لازم الطول الموجي بتاع الضوء الساقط او الالكترون الساقط يكون اقل من او بيساوي ابعاد الجسم المراد تكبيره. يعني كده هنلاقي ده تقريبا 4/10 انجستروم، فالرقم ده يا جماعه كده اكبر من الثلاثه، فكده الاجابه عندنا لا يمكن رؤيته، في الاجابه تبقى رقم الف. السؤال اللي بعده، اكبر طول موجي للطيف المرئي لذره الهيدروجين يساوي كام؟ اكبر طول موجي للطيف المرئي يبقى ايه؟ 2. يبقى احنا هنكتب له اتش في سي على لامدا بتساوي اكبر طول موجي يعني اقل طاقه، واقل طاقه عن المستوى اللي فوقك يبقى ايه؟ 3 ناقص 2. يبقى الاتش حافظينها، السي حافظينها، اللامدا عايزينها سالب 13.6 على 3 تربيع ناقص سالب 13.6 على 2 تربيع، وكل ده يتضرب في 1.6 في 10 والسالب 19. ليه؟ عشان دول بالكترون فولت. الرقم ده احنا عايزينه بالانجستروم، غالبا هيطلع معانا الاجابه رقم ج هي الاجابه الصحيحه. استخدم عنصر كهدف في انبوبه كوليدج لانتاج اشعه اكس، فانطلق فوتون تردده كذا. حلو. عندما انتقلت ذره مساره بين مستويين طاقه من مستويات الطاقه، طاقه احداهما كذا، فهنا طاقه المستوى الاخر. بصوا يا جماعه، ده اسمه الطول الموجي المميز. والطول الموجي المميز يا جماعه بيجي من ابعاد او عندما يعود الالكترون من مستوى طاقه اعلى لمستوى طاقه اقل. فنقول له بالبلدي كده دلتا ايه بتساوي ايه اللي انا برضو نازل منه ناقص الايه اللي انا نازل عليه. الدلتا ايه هنفكها الاتش في نيو، ايه اللي انا نازل منه ناقص الايه اللي انا نازل عليه. هو بيقول لك عندما انتقل ذره مساره بين مستويين الطاقه فكانت طاقه احداهما كذا، فتكون طاقه المستوى الطاقه بكام؟ انا معايا اتش ونيو، معايا طاقه المستوى الاولاني، عايز طاقه المستوى مين؟ الثاني. الاجابه دي غالبا هتطلع رقم الف هي الاجابه الصحيحه. في انبوبه كوليدج لتوليد الاشعه السينيه، اذا انطلقت الالكترونات نحو الهدف بطاقه مقدارها كذا واصبحت كذا، يبقى احنا كنا ماشيين وفقد جزء من طاقته نتيجه تشتتها. طيب طالما فقد جزء من طاقته يبقى هيطلع طول موجي مميز، اما لو فقد كل طاقته بيطلع طول موجي مستمر. فتعالى لو انت عايز تجيب الدلتا ايه فهي عباره عن اتش في سي على لامدا، وعايز تجيب طبعا الطاقه نطرح الاثنين دول من بعض، نقول له 70 ناقص 54 وكام ونص يطلع 15 ونص الكترون فولت، يعني اتضرب 1 في 6 من 10 في 10 والسالب 19 بتساوي
الاتش 6 625 في 10 والسالب 34، السي 3 في 10 اس 8، اللمضه احنا عايزينها. تطلع الاجابه رقم ج هي الاجابه الصحيحه. يوضح الجدول 4 عينات من نفس ماده شبه مستويه عند درجات حراره مختلفه. اي الاختيارات التاليه يعبر عن الترتيب الصحيح لدرجه حراره البلوره النقيه. حلو. عايزين نشوف درجه الحراره. بص، كلما زادت درجه الحراره كلما زادت حاملات الشحنات، كلما زادت التوصيليه الكهربيه. فكده الاجابه عندنا هتبقى رقم كام؟ تعال نجرب بقى. اكبر رقم بالنسبه لي هنا كام؟ ده 1. انت عايز تجيب اكبر رقم، ده 1.6 في 10 اس 16، وده 15، وده 10، وده 11. يعني كده تي اكس اقل حاجه. مظبوط؟ تي اكس اقل حاجه. ماشي. بعد كده دي درجه حرارتها تركيز حملات الشحنات عن البلوره النقيه، يبقى هنا تي اكس. بعد كده تي دبليو، بعد كده تي زد. السؤال ده حلو قوي يا جماعه لسبب واحد. تخيل ايه هو السبب؟ الراجل لعب في وحدات القياس، ده سنتي وده متر، فانت لازم تحول السنتي ده بيتضرب في 10 اس سالب 2 تكعيب اهو، وده 10 اس سالب 2 تكعيب برضه. فعشان كده هتلاقي ان الاجابه الصحيحه هي رقم باء دي بعد الترتيب. يعني السؤال هنا فكرته ما تنساش تحول كل الوحدات لنفس الوحده. السؤال اللي بعده، في الدائره الكهربائيه التي امامك عند غلق كي 1 وكي 2 فان قراءه الفولتميتر تساوي كام؟ طيب يعني احنا الاول نشوف الاول في الحاله الاولانيه هم بكام. مش محتاج علما بان مقاومه الدفع في عدد التوصيل الامامي 75%. اولا ده هيمشي كده، ده مش هيبقى معانا خالص، يبقى هنا 75%. يبقى لو انا حبيت اجيب الاي بتساوي في على الار توتال، يبقى الاي بتاعتنا بتساوي 6. ده كان كام؟ 75 1 وربع، يبقى 2 2 و2 4. يعني الكلام ده يطلع التيار كله بواحد ونص امبير. عايز تجيب فرق الجهد اي في ار، 1.5 في 2 يطلع 3 فولت. فالاجابه تبقى رقم كام؟ رقم الف. السؤال اللي بعده، ترانزستور به كذا فتكون النسبه بين شده التيار الباعث الى شده تيار القاعده. مبدئيا انا لو قسمت الالفا على البيتا يحصل حاجه؟ جرب كده نقسم الالفا على البيتا، ممكن يحصل ايه؟ الالفا دي قانونها ايه؟ اي سي على اي اي. طب والبيتا؟ اي سي على اي بي. يعني انا لو جبت الفا ايه على بيتا ايه كانها بتساوي اي بي على اي سي. حلو قوي. اقوم انا رايح جايب بيتا، البيتا بتساوي ايه؟ 99% على 1 زائد، عفوا 1 ناقص 99%، يبقى 99 على 1 ناقص 99 يطلع 99. صح كده؟ يطلع 99. الالفا بكام؟ ب 99% على 99 بتساوي اي بي على اي اي. اذا اي اي على اي بي بتساوي 100 على 1. فالاجابه هنا تبقى رقم الف فعلا، هي الاجابه رقم كام؟ الف دي. في دائره ترانزستور اذا كانت قيمه تيار الباعث تساوي 120 اللي هو اي الباعث اللي اسمه ايه بتساوي 120 اي بي، فان الفا ايه؟ الالفا ايه قانونها ايه اصلا؟ اي سي على اي اي. طيب احنا عايزين نجيب مين؟ الالفا. وانا معايا، طيب مش انا ممكن اقول له ان الاي اي بتساوي الاي بي زائد الاي سي؟ طيب الاي اي ب 120 اي بي بتساوي اي بي زائد اي سي. اذا الاي سي بتساوي كام؟ 119 اي بي. يبقى 119 اي بي على الاي اللي هي بكام؟ 120 اي بي. يبقى نقسم له 119 على 120 يطلع الكلام ده بكام يا سيدي؟ يطلع 99 من 100. يعني الاجابه هنا رقم كام؟ رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اذا كانت داله الشغل بتساوي كذا، ماشي، حيث A و B 3 معادن مختلفه يسقط عليها نفس الشعاع الضوئي وتتحرر منها الكترونات كهروضوئيه،
علما بان الاي دبليو هي داله الشغل، اي من الاختيارات التاليه يعبر. قلنا خلاص السؤال اللي اجابته ده كان كام؟ قلنا اجابته كانت د. ماشي. بيقول لي علما بان التاليه علما بان او يعبر عن الترتيب الصحيح لطاقه حركه الالكترونات الكهروضوئيه. طب يا جماعه هو الراجل قال لك يسقط عليها نفس الشعاع، الكائي بتساوي ايه ناقص اي دبليو. فالعلاقه بين ده وبين ده واضح جدا ان هي علاقه ايه عكسيه عند ثبوت الطاقه، عشان هنا في سالب. طيب يعني بمعنى اصح كده كل ما الاي دبليو تزيد كل ما الكائي مالها تقل. فهنقول له هنا بي اي بي سي، يبقى الاجابه عندنا هنا قال لك 3 معادن يسقط عليها الشعاع الضوئي يتحرر منها الكترونات، كما في اي من العلاقات التاليه يساوي تتحرر منها الكترونات يسقط عليها نفس الشعاع تتحرر منها الكترونات الكهروضوئيه، علما بان الاي دبليو هي داله الشغل اهم من اختيارات تعبر عن الترتيب الصحيح لطاقه الحركه بتاعت الالكترونات الكهروضوئيه. طيب كل ما الطاقه بتاعت يا جماعه بتاعت الطاقه بتاعت المعدن تبقى كبيره كل ما الطاقه بتاعت الحركه تبقى مالها قليله. حلو. فلو مثلا ادي لك فرضا يعني لو دي مثلا 2 ودي ب5، هنا 2 3 1، 5 ناقص 2 ب3، 5 ناقص 3 ب2، 5 ناقص 1 بكام؟ ب4. يعني هنا 5 ناقص 2 ب3، و5 ناقص 3 ب2، و5 ناقص 1 بكام؟ ب4. يبقى كده انا لو ارتب ده ثم ده ثم ده، يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي الطاقه بتاعت الحركه بتاعتي الاولاني اللي هو كان اقل حاجه واكبر حاجه. اقل حاجه اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ يبقى ايه بالنسبه لي اكبر حاجه؟ يبقى ايه بالنسبه لي اكبر حاجه؟ ايه بالنسبه لي اكبر حاجه؟ مفيش حاجه غير كده. بعد ايه نروح للاولاني خالص اللي هو كان مين؟ كان سي. بعد كده بي، ايه بي سي، ايه بي سي. ماشي. السؤال اللي بعده فوتون اشعه اكس طول الموجي كذا اصطدم بالكترون ساكن فقد 2% من طاقته، فان الطول الموجي للفوتون المشتت بعد التصادم. طيب هو اللي فقد ال 2% هو مين؟ هو الفوتون. يبقى كده الالكترون خد 98 او الفوتون اصبحت 98% من الطاقه الاولانيه. يبقى 98 على 100 في اتش في سي على لامدا هي اللي هتساوي الرقم بتاعنا اللي احنا عايزينه دلوقتي. الفوتون بتاعك قبل التصادم كان كذا، يبقى انت لو عايز تجيب الطول الموجي للفوتون المشتت هيطلع كام؟ نطلع بس الطاقه الاول. الطاقه بتاعتك في الاول كانت بتساوي مين؟ اتش في سي على لامدا. الاتش معانا محفوظه اللي هي 6,625 في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8. طولك الموجي 4 في 10 أس سالب 9. هنطلع منها الطاقه قبل التصادم. لما اصطدم الالكترون الساكن ففقد 2% من طاقته يبقى الفوتون فقد 2%. يبقى لو انت عايز تجيب الطاقه الجديده يبقى 98% من الطاقه القديمه ونساويها بمين؟ ب اتش في سي على لامدا. حلو كده. يبقى 98 في الطاقه هتساوي اتش في سي على مين؟ على لامدا. وتطلع منها الطاقه بتاعت او اللامدا الجديده بتاعتك بتساوي كام؟ فالاجابه هنا غالبا هتطلع رقم كام؟ رقم باء. يستخدم ميجر الكترون يدرويد فيروس ابعاده كذا، وعند استخدامه فرق جهد مقداره في، فاذا استبدل الفيروس بابعاده كذا فان يجب زياده فرق جهد بمقدار كام؟ طيب هي برضو علاقه دي براولي. لامدا بتساوي اتش على ام في، او لامدا بتساوي اتش على الجذر التربيعي ل 2 اي في الفي في الام. فانا حبيت اجيب لامدا 1 على لامدا 2 هي عباره عن الجذر التربيعي ل في 2 على في 1. لامدا 1 كانت اكس، الثانيه 1 على 10 اكس بتساوي الجذر التربيعي ل في 2 على في. اكس راحت مع اكس دي طلعت فوق بقت 10 على 1 بتساوي الجذر التربيعي ل في 2 على في. تعال نربع الطرفين بقى 100 على 1 بتساوي في 2 على كام؟ على 1. اذا في 2 المفروض تساوي 100 من في. حلو كده. يبقى انا زودت كام؟ زودت 99. فالاجابه هنا تبقى رقم كام؟ رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي يوضح الشكل البياني العلاقه بين تركيز الالكترونات الحره ان ومقلوب تركيز الفجوات 1 على ب، وذلك لبلورتين غير نقيتين من ماده شبه موصله اكس وواي. فين النسبه بين تركيز الالكترونات الحره في البلوره النقيه كذا الى كذا. طيب انت عشان تجيب ان اي اكس تربيع ان اي تربيع واي تساوي ان في البي بتوع اكس على ان في البي بتوع واي. فين اكس؟ اهي. ان بتاعتك اهي وبي بتاعتك اهي. يبقى ناخد الرقم اللي فوق اللي هو 3 1 125 في
10 أس 8 فوق في البي بتاعتك اللي كانت بكام؟ ب5 في 10 أس سالب 13 اللي هي كأنها زي ما هي ان في بي، يعني ان في 1 على بي. حلو، او ان على 1 على بي يعني كأنها ان في بي، هي بالظبط. الثانيه هنقول له الثاني 2 وربع في 10 أس 8 في الرقم الثاني اللي هو كان بكام؟ 10 في 10 أس سالب 13. طبعا ما ننساش ناخد الجذر عشان نطلع مين؟ الإجابة بتاعتنا. لحد هنا يا جماعة كده يبقى احنا كده خلصنا كمان الجزء بتاع الحديثة. اتمنى ان انتوا تكونوا مركزين معايا قوي في الفتره اللي فاتت دي يا جماعه، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا. استنوا بقى مني فيديو الاخراني خالص اللي هنتكلم فيه على الحاجات الاكيده اللي هتيجي في الامتحان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.